في زمن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني مخزوم، امرأة مخزومية، ومعروف أن بني مخزوم في قريش هم أشراف قريش وهم خيار قريش، إلا أن هذه المرأة تجرأت على أن تصرخ فصرخت، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم لقطع يدها، إلا أن قريش احتجت، وقريش اعترضت على إقامة هذا الحد. كيف يقام الحد على امرأة من أشراف قبائل قريش؟ فاحتجت على ذلك، فجاء بني مخزوم إلى أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وسلم، قالوا اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذه المرأة من بني مخزوم أن يقام عليها الحد وتقطع يدها؟ مصيبة كبيرة. فجاء أسامة بن زيد يشفع في هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة، قال بعدما غضب النبي قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد النبي وارتقى المنبر وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد صدقت لقطعت يدها. والله يا أسامة لو أن فاطمة بنت محمد صدقت لقطعت يدها. إن من أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، صاحب المال إذا سرق تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. أحبتي، ونحن اليوم نعيش في زمان كثرت فيه الجرائم في بلادنا العربية، ننام ونصحو على أخبار الجرائم، جرائم الاغتصاب، جرائم القتل، جرائم الثأر، غيرها من الجرائم التي أصبحنا حتى نسمعها اليوم في الغربة. هذه الجرائم التي انتشرت اليوم في زماننا، حتى رأينا أخبار ونسمع أخبار عن اغتصاب صغار ونساء وقتل وغيرها من الجرائم التي أثبتت في زماننا، والله التي أثبتت في زماننا أن أخطر مخلوق على وجه الأرض هو الإنسان. أخطر مخلوق اليوم في زماننا بل هو والله أخطر من كورونا. الإنسان في زماننا في هذه الأخبار التي نسمعها كل يوم ننام ونصحو عليها أثبتت لنا أننا نحن البشر أخطر من كورونا وأخطر من أعظم فيروس يمر على وجه الأرض. سمعتم عن خبر ذلك الشاب الذي لم يتجاوز 16 عاما في الأردن، الذي خطف، فقعت عينه وقطعت يديه الاثنتين وليس له دم ولا وزر. هذه المصائب التي نسمعها اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله تبكي العين وتدمي القلب في زماننا. والله يا أحباب، من رأى هذا المشهد يقول أن كورونا كانت قليلة في بعض البشر. والله من رأى هذا المشهد لهذا الطفل 16 عاما في الشارع مرمي ويديه مقطوعات يسيل دمه على الأرض وقتله أشباه البشر، هؤلاء ليسوا بشر. والله أثبتت لنا أن كورونا كانت قليلة جدا في كثير من البشر. يا أحباب، من أمن العقاب أساء الأدب. لما غاب شرع الله ولما غاب القصاص ولما يقتل الرجل ويجلس 10 سنوات و20 سنة ثم يخرج يمرح في هذه الدنيا ولا ينفذ قصاص الله ولا حق الله في بلادنا، كثرت الجرائم وكثر الناس. الواحد يسرق ثم بعد 10 أيام يخرج فيسرق سرقة أكبر. الواحد يقتل يسجن 10 سنوات ثم يخرج فيقتل قتلة أخرى وغيرها. حينما يعود شرع الله ويعود حكم الله ويعود القصاص في بلادنا ستغدو بلادنا كما تغدو بلاد الغرب التي نتمنى أن نكون مثلها. ونحن يوما من الأيام كانت أوروبا لا تضاء فيها المصابيح، وكانت شوارع الأندلس مضاءة. يوما من الأيام كانت المياه الجارية أعزكم الله المجاري كانت أعزكم الله تسير في شوارع أوروبا لا يجد لها مصرفا كي يصرفوها. كانت الأندلس شوارعها مرصوفة، تعرف الرصيف شوارعها مرصوفة. كنا يوما قادت الأمم، وكنا يوما أيها الأحبة الكرام كان مقام الخوف من الله في قلوبنا، فدخلنا أوروبا فاتحين. ويوما من الأيام غاب مقام الخوف
الله في قلوبنا فدخلنا نفس أوروبا، لكن ليس فاتحين، دخلناها لاجئين. يوما من الأيام إذا عاد مقام الخوف من الله في قلوبنا سنعود أسياد الأمم.